المدرب داخل منطقة الجزاء. كرة عراقية أولى، هي جول. أيمن حسين، إذن أيمن حسين يسجل الأسبقية والأولوية والأفضلية والأحقية للمنتخب الوطني العراقي في أول وصول. كنت أتحدث عن لا وجود لتهديد عراقي على مرمى المنتخب التايلندي مع أول 5 دقائق، لكن بهذه الكرة من أرسيس مارتين وبالتالي صدت للمدافعين. ضربة كانت داخل منطقة الجزاء، كملها أيمن في الشباك التايلندية، كملها أيمن حسين في الشباك التايلندية، وبالتالي أي تايلندية أخرى هذه موجودة داخل منطقة الجزاء. انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكلا المنتخبين، العراق وتايلاند، في نهائي كأس ملك تايلاند في ملعب مدينة شانغ ماي. وبالتالي ركلات الحسم، من سيحسمها؟ من سيحرز لقب هذه البطولة؟ هل تكون البطولة السادسة عشر لتايلاند أم هي البطولة الأولى للعراق بمشاركته الثانية؟ فهد طالب في المرمى، ودانغ دا أعتقد هو من سينفذ الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب التايلندي. الركلة الترجيحية الأولى عادة تكون مهمة نفسيا وذهنيا بالنسبة للاعبين. هذه الأولى والله كان قريب، والله كان قريب فهد طالب برد هذه الكرة لولا سوء الحظ، وبالتالي هدف ركلة ترجيحية ناجحة أولى للمنتخب التايلندي في هذه الأثناء. هذه شوف هو راح صح، التقطها صح، صدها، ولكن ارتداد الكرة كان بهذه الطريقة، وبالتالي دخلت إلى الشباك. وحسرة فهد طالب، وحقه لأنه حسبها صح، هو راح للكرة صح وصدها، لكن دخلت إلى الشباك. على العموم الركلة الترجيحية الأولى للعراق الآن. الركلة الترجيحية الأولى للعراق عند باشنغ عبد الله. يلا يا باشنغ. الركلة الترجيحية الأولى، تشاتشاي أمام باشنغ، يتقدم، حلوة حطها بالجول. 1-1. ركلة ترجيحية أولى ناجحة أيضا بامتياز وبثقة عالية. باشنغ عبد الله يضع الحارس في جهة والكرة في جهة أخرى، وبالتالي يسجل أول ركلة ترجيحية للمنتخب العراقي. 1-1 إذن. الكل على أعصاب التايلنديين، بكل تأكيد الجماهير أيضا الحاضر اللي تمني النفس في تحقيق لقب هذه البطولة. ركلة بركلة. 1-1. الركلة الترجيحية الثانية إذن الآن للمنتخب التايلندي. الركلة الترجيحية الثانية إن شاء الله يردها فهد طالب في هذه الأثناء. فهد طالب
ممتاز في حسم الركلات الترجيحية، نتمنى أن يكون حاضر ذهنيا في هذا اللقاء. الركلة الترجيحية الثانية لتايلاند، يتقدم. هذه صعبة، هذه صعبة رغم راحلها وقراها صح فهد طالب، لكنها كرة أرضية زاحفة سريعة صعبة على حارس المرمى فهد طالب ودخلت إلى الشباك. شوف الزاوية الصعبة، الزاوية البعيدة، لكن حلوة قراءات فهد طالب بالذهاب مع الكرة إلى الجهة المتوقعة والصحيحة. ركلة ترجيحية ثانية إذن لتايلاند، سجلوا من خلالها. الآن الركلة الترجيحية الثانية للعراق. ميرخاس دوسكي إذن هو من سينفذها. يلا يا ميرخاس. دوسكي أمام تشاتشاي، يتقدم ميرخاس. الله 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 الله، تحية لميرخاس دوسكي على التنفيذ بهذه الحرفية العالية بهذه الطريقة. ممتاز، وضعها في سقف المرمى وبالتالي سجل بامتياز. حلوة لميرخاس دوسكي، تنفيذ بهذه الطريقة بقوة صعبة جدا على حارس المرمى، وبالتالي سجل من خلالها الركلة الترجيحية الثانية للعراق. 2-2 الآن، التعادل يستمر، والركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب التايلندي. الآن الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب التايلندي، أعتقد بوكلاو آنان هو من سينفذ. نعم، لاعب الوسط بوكلان أونان. الركلة الترجيحية الثالثة، صدها يا فهد صدها، ردها يا فهد ردها. نشوف ونتابع ثالث الركلات تايلاند أوكلان، وبالتالي فهد لا والله دخلت صعبة أيضا، وضعها في منتصف المرمى وسجل الركلة الترجيحية الثالثة لتايلاند إذن بنجاح. 3-2 الآن، فارق ركلة لمصلحة المنتخب التايلندي. شوف لعبها بمنتصف المرمى مباشرة وسجل من خلالها بوكلاو آنان الركلة الترجيحية الثالثة. الآن الثالثة لمنتخبنا. أحمد فرحان أعتقد هو من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة أمام تشاتشاي بود بروم الحارس التايلندي. الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب العراقي. يلا يا أحمد، يلا يا فرحان، حطها وسجلها وعلقها. أحمد فرحان، ثالث الركلات للعراق. أحمد ولا بود بروم؟ نشاهد ونشوف، نتابع. أحمد، الله، حلوة 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 حلوة، رغم أنه شوي وقعت قلوبنا لكن دخلت إلى الشباك الحمد لله، وأعلن من خلالها أحمد فرحان تسجيل ثالث الأهداف. حلو حلوة لمنتخبنا. إذن 3 ركلات بنجاح نفذت من المنتخبين، والنتيجة الآن تعادل 3-3. يستمر التعادل في هذا اللقاء حتى بركلات الجزاء الترجيحية. الركلة الترجيحية الرابعة إذن الآن لتايلاند. أعتقد بوراميت هو من سينفذها. يلا يا فهد طالب، يلا يا فهد، قريب 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 فهد، قريب والله قلت لكم قريب، صدها وردها وكان قريب جدا، وبالتالي صدها ومنع هدف. ركلة ترجيحية رابعة ضائعة بالنسبة للمنتخب التايلندي. حلوة لفهد طالب، حلوة 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 حلوة، حلو التوقع، حلو الارتماء، حلوة، بالتالي صدها وردها وتحسب لفهد طالب. إذن يمنع الركلة الترجيحية الرابعة لتايلاند. الآن فرصة المنتخب العراقي بأن يتقدم بفارق ركلة، فرصة العراقيين بأن يتقدموا بركلة. إبراهيم بايش، يلا يا إبراهيم، يلا يا بايش. حلوة لفهد طالب، والله كنت حاس أنه فهد طالب قريب وإبراهيم قريب من التسجيل. الله، حلوة لإبراهيم بايش، حطها بقوة في الزاوية اليمنى لحارس المرمى، وبالتالي سجل رابع الأهداف للمنتخب العراقي. ركلة ترجيحية رابعة بامتياز. الله، حلوة 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 لإبراهيم بايش، سجل من خلالها. الآن تقدمنا بفارق ركلة، وشوف فرحة باشنق عبد الله في هذه اللحظات وفرحة اللاعبين العراقيين. الركلة الخامسة الآن لتايلاند. 4-3 الآن بفارق ركلة للعراق بأفضلية.
تايلاند الآن إذا ضيعت خلاص فالمباراة والبطولة للعراق. الركلة الخامسة للتايلانديين، إذا ضاعت خلاص الفوز عراقي، البطولة عراقية. يلا يا فهد طالب، رده للمرة الثانية إن شاء الله، إن شاء الله يصدها. هو الكابتن طبعا بن ماثان. الركلة الترجيحية لتايلاند الخامسة والأخيرة، سجل أيضا راحلة فهد لكن صعبة وقوية ودخلت إلى الشباك. بن ماثان أمام أنظار المدرب التايلندي. شوف تنفيذ أيضا وضعها في سقف المرمى. إذا تايلاند من 5 ركلات سجلت 4 أهداف، المنتخب العراقي من 4 ركلات سجل 4 أهداف. الركلة الخامسة والحاسمة والأخيرة عند أمجد عطوان. يلا يا أبو عطوة، أمجد عطوان. إذن الركلة الترجيحية الخامسة إن شاء الله تكون عراقية، إن شاء الله تكون في المرمى. أمجد عطوان ولا الحارس بود بروم؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟ يتحدث مع أمجد عطوان، ثبت الكرة بمكانها الصحيح يا أمجد. وبالتالي الركلة الترجيحية الأخيرة بامتياز. المنتخب العراقي ب4 ركلات سجل، الخامسة للعراق، الخامسة لأمجد عطوان، الحاسمة. الله! أول منتخب عربي يحقق بطولة كأس ملك تايلاند هو المنتخب العراقي من خلال أحداث هذه البطولة. رغم الملاحظات الفنية الكثيرة التي سجلت، لكن المنتخب العراقي بالأداء والنتيجة أحرز اللقب الأول بثاني مشاركة له في هذه البطولة. مبارك إذن للعراق، هذه البطولة بطولة كأس ملك تايلاند بمشاركته الثانية يحقق لقبها لأول مرة، تضاف إلى سجل إنجازات الكرة العراقية سواء في البطولات الرسمية وحتى في البطولات الودية. إذن تايلاند يعني فشلت في الحفاظ على أرجحيتها في الحصول على هذا اللقب، وبالتالي اللقب أصبح عراقي بامتياز من خلال ركلات الجزاء الترجيحية. تايلاند تصبح بهذه الخسارة يعني 12 مرة خسرت في نهائي هذه البطولة، للمرة الثانية 10 تخسر تايلاند في النهائي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية. مبارك للعراق، هارد لك للتايلانديين. عودة مرة أخرى مجددا إلى الزميل العزيز قحطان المالكي وضيوفه في الاستوديو التحليلي. زميلي قحطان، مبارك إحراز العراق.